دي المعادلات بتاعت اينشتاين، ولكن بطاقه حركه بتساوي صفر. الحد الادنى يقول لك هو ده محتاج 3 عشان يخرج وانت مسقط 3، بديها جزء من الطاقه بتروح لمستوى طاقه اعلى. طب اديله 7، لا ثواني، ميكانيكا الكم ليها منطق مختلف تماما، وده ثابت بلانك. الالكترون خد جزء من طاقه الفوتون. تحياتي للكل، محمد صديق معاكم. الفيديو ده هيكون غير منتج نهائي وغير مناسب لاصحاب التعفن الدماغي. ده فيديو قعده ومناقشه فيزيائيه بحته، وهذا الفيديو سيكون مليئا بالرياضيات والتفاصيل المهمه. كنا بدأنا وقلنا معادلة رايلي وجينز اللي كانت بسببها حصلت الكارثة فوق البنفسجية، اللي كانت بتتنبأ أو كانت بتحسب إن عند الترددات العالية جدا شدة الإشعاع بتجوز تو انفينيتي، رايحة للانفينيتي. فلما خدنا الانتجريشن للكلام ده، كمية الطاقة راحت لما لا نهاية. وده أصلا اللي عمل المشكلة، هي دي أساس المشكلة، إنها اسمها الكارثة فوق البنفسجية، إنها كارثة. لحد ما جه ماكس بلانك وقدم لهم فرض الكم وعدل على الفانكشن او عدل على المعادله، معطيا هذه الداله الجديده او هذه المعادله الجديده، انه بقى في اكسبوننشال، بقى في حد اسي بيرجع شده الاشعاع تاني تقترب للصفر عند الترددات العاليه قوي. عند الترددات لما بتزيد جدا شده الاشعاع بتقترب للصفر، الترددات العاليه جدا. وده كان وضحه ماكس بلانك، وكان تأويل الرياضيات بتاعت ماكس بلانك ان الطاقه بتقسم او ان الطاقه بتجزأ على هيئه دفعات او دفقات صغيره جدا من الطاقه، تسمى كل منها كوانتا. ده اللي ماكس بلانك قاله، وقدم الحل بتاعه ده سنه 1900، والمجتمع العلمي رفض الكلام ده تماما بسبب فكره ان الطاقه بتقسم، على الرغم ان كان ده حل جذري وقتها، الا انه اترفض لحد سنه 1905 لما جه ألبرت أينشتاين نشر كام ورقة بحثية، من ضمنهم الفوتوالكتريك افكت، او انه فسر التأثير الكهربائي. بالمناسبة عشان في هنا مغالطة، التأثير الكهربائي مش أينشتاين هو اللي لاحظ الظاهرة، هي الظاهرة كانت ملاحظة وناس كتير اشتغلوا عليها من قبل أينشتاين، ولكن أينشتاين اللي فسر الفوتوالكتريك افكت او التأثير الكهربائي باستخدام الفرض بتاع بلانك، اللي هو تجزئة الطاقة أو إن الطاقة مكماة بتكمم، يعني هي كميات محدودة، أو هي مش طيف متصل، هي حاجات منفصلة، دفقات صغيرة من الطاقة تسمى كل منها كوانتا زي ما بلانك قال. طيب، فجي ألبرت أينشتاين باستخدام فرض بلانك بيفسر الفوتوالكتريك افكت. طبعا كان ناشر الكلام ده وقتها مع السبيشال ريلاتيفيتي، النسبية الخاصة اللي سرقها خصوصا يعني، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ففي كام ظاهرة بسببهم تم تأكيد أو تم إثبات صحة فرض ماكس بلانك اللي هو فرض الكم. أول ظاهرة فيهم هو الفوتوالكتريك افكت، هو التأثير الكهربائي. كان ده طوق النجاة الوحيد لماكس بلانك. من 1900 ل 1905 بلانك كان قاعد في بيته مكتئب تماما بسبب ما تلقاه من المجتمع العلمي وقتها. كانوا قاسيين جدا يعني. بالمناسبة في الفترة دي كان علماء الفيزياء عندهم تعصب كبير جدا، عشان كنا طالعين من فترة عصور مظلمة في أوروبا، فكان علماء الفيزياء وقتها متعصبين جدا للعلم وكانوا غيورين جدا عليه، ومش مسموح لأي حد أن يهز الثوابت العلمية. فبلانك جه في الوقت الغلط من الآخر. المهم نرجع للموضوع. من أول الظواهر اللي أكدت فرض بلانك هو الفوتوالكتريك افكت زي ما قلت لك. إيه أصلا التأثير الكهربائي؟ هو انبعاث إلكترونات من أسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها. ضوء يسقط على سطح معدن، والمعادن خصوصا علشان بيكون في إلكترونات في المستوى الأخير بتاعها ضعيف بالنسبة للنواة،
فالنواه عايزه تفقدهم او الذره عايزه تفقدهم لتصبح اكثر استقرارا. لذلك المعادن خصوصا اللي هي الفلزات، علشان بيكون في الكترونات سهل انها تطلع من المعادن، محتاجه بس شويه طاقه، محتاجه حد يحفزها فتخرج من بره الذره تماما. فالتاثير الكهربائي هي ظاهره انبعاث الكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها. ولما اقول ضوء فانا قصدي طاقه، ولما اقول طاقه فانا قصدي الضوء المرئي والغير مرئي، الموجات الكهرومغناطيسيه عموما اللي كان وضحها ماكسويل في النظريه الموجيه بتاعته. طيب فدي ظاهره وتقدم لها تفسيرات كتير فيزيائيه ورياضيه، ولكن كان ادق تفسير هو تفسير ألبرت أينشتاين، انه خد فرض بلانك وفسر معنى ان الالكترون يخرج من سطح المعدن، اذا هو خد جزء من الطاقه اللي هو محتاجه. بالمناسبه معنى الكترون بيتحرك ده تيار كهربي، والتيار الكهربي عباره عن ويف باكيت من الالكترونز او هو سيل من الالكترونات اللي بتتحرك بشكل ما. فهو مجموعه من الالكترونات، والالكترون ده بارتيكل غير قابل للتجزئه. يعني هو اعتبره قد البليه مثلا، اعتبره زي البليه لا يجزأ تماما. هو يونت لوحده، هو وحده لا يعني مش حاجه اسمها نص الكترون او 5 الكترونات ونص، لا هو على بعضه يعني اعداد صحيحه موجبه من اول واحد لحد بقى ما انت عايز. فالالكترون لا يجزأ، والالكترون محتاج جزء معين من الطاقه. هوضح الكلام ده سريعا. هوضح الاول الظاهره عند سقوط الضوء، وضوء يعني طاقه، وبعدين هنقول فوتون. فوتون قصدنا ضوء، وضوء قصدنا طاقه. قد يكون الضوء ده مرئي وقد يكون غير مرئي. يسقط فوتون على سطح معدن فده يخرج الكترون بالشكل ده ضوء او ده فوتون سقط على المعدن ده فده خرج الكترون. ولكن الالكترون ده علشان يخرج محتاج قدر صغير من الطاقه او ايا كان، يعني محتاج limited energy، طاقه محدوده، مش محتاج اكتر من اللي هو عايزه. بل بالعكس كمان، يعني انت لو اديت اكتر من اللي هو عايزه مش هيحصل حاجه، زي ما هقول كمان شويه في التفسيرات بتاعت بور وهكذا. فمثلا الالكترون ده محتاج 3 الكترون فولت، ودي اليونت بتاعت الطاقه على السكيل الصغير. فاذا سقط على سطح المعدن ده 3 الكترون فولت، فوتون طاقته 3 الكترون فولت، يتحرر الفوتون من سطح يتحرر الالكترون من سطح المعدن، يتحرر فقط. طيب لو اكتر من كده ايه اللي يحصل؟ هياخد الجزء اللي هو محتاجه. مثلا هو محتاج هنا 3، فاذا في فوتون ساقط طاقته، بالمناسبه طاقته تحسب من طوله الموجي بالنظريه الكميه بتاعت ماكس بلانك، اتش سي على لامدا. والسي على لامدا ده مقدار الفريكونسي، مقدار التردد. فاذا مسقط فوتون طاقته اكبر، يعني طول الموجي اقل، شديد، فوتون شديد طاقته مثلا 6، وده محتاج 3، ياخد الالكترون الجزء اللي هو محتاجه علشان يخرج من سطح المعدن، وبالباقي او بالفرق بينهم يتصرف فيهم الالكترون على صورة طاقة حركة. يعني انا محتاج 3، الالكترون محتاج 3، انت مديله 6، ياخد ال3 اللي هو محتاجهم علشان يخرج من سطح المعدن، ويبقى 3 الكترون فولت يظهروا في صورة طاقة حركة للالكترون. طب ما ده تجزيء للطاقة. هو ده اللي بلانك قال، ده حرفيا اللي بلانك قاله.
يعني الالكترون خد جزء وتبقى جزء، طالما بقى في اجزاء مختلفه اذا الطاقه بتجزأ، ما بتخرجش بشكل متصل، بتخرج بشكل منفصل. يمكن تجزئه الطاقه، ولكن هل اي فوتون يقدر يطلع الكترون؟ الحقيقه لا. ما ممكن يكون الفوتون ده علشان يخرج محتاج 3 الكترون فولت، وانت مسقط او في فوتون ساقط على سطح المعدن ده الطاقه التي يحملها 2 الكترون فولت. فماذا يحدث في هذه الحاله؟ ولا اي حاجه، وكأن شيء لم يكن، مفيش اي حاجه تأثر. فشرط علشان يحصل انبعاث للالكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها، لازم يكون الطاقة بتاعة الفوتون مساوية للطاقة التي يحتاجها الإلكترون أو تزيد عنها، ما ينفعش تبقى أكبر منها، ما ينفعش تبقى أقل منها، آسف. كل الكلام ده جديد، كل ده جديد، كل ده اينشتاين اللي ادخله. من قبل اينشتاين ما كانش الموضوع متفسر بالشكل ده. دي المراجع الناس الاساتذه بيدرسوا منها، يعني ده بتاع الاساتذه، ده انترناشونال يعني، فاللي بيدرسوا فيزياء بياخدوا الكلام ده. دي المعادله هنوضحها كمان شويه. وده بص الاساتذه بيشرحوها ازاي. A minimum photon energy at work function is required to emit an electron. الحد الادنى من الطاقه التي يحتاجها الالكترون لكي ينبعث من سطح المعدن. لو شفنا الجراف بتاع ده بتمرر له مخصوص، لو شفنا الجراف هنا اهو، ان كان هنا في طاقات بالفعل، ولكن ما كانش في طاقه حركه، ما انبعثش. يعني هنا في الجزء ده اللي هو من 3 الكترون فولت لحد تقريبا 4.5 الكترون فولت ما كانش في اي حاجه حصلت. فده معناه ان عند 4.5 الكترون فولت بالكاد انبعث فوتون من انبعث الكترون من سطح المعدن، لانه حقق الشرط المطلوب وهو الحد الادنى من الطاقه. طب هنزود عن كده؟ مفيش مشكله، نزود عن كده، تجزأ الطاقه على هيئه الحد الادنى والباقي يخرج في صوره طاقه حركه. اذا الطاقه تجزأ، اذا فرض بلانك صحيح، بحيث يكون طاقه الفوتون الساقط بتساوي مجموعة طاقتين. هنا في المثال ده قلت لك هو ده محتاج 3 عشان يخرج وانت مسقط 3، فتبقى الطاقة الكلية في الحالة دي قد ال3. طب لو انا مديله 6 هياخد ال3 اللي هو عايزهم، وهيفضل 3 هيخرجوا في صورة طاقة حركة، بحيث يبقى ال6 دول مجموعة 3، بحيث يكون طاقة الفوتون الساقط مساوية لطاقة الحركة اللي ظهرت بلس الويف فانكشن، الورك فانكشن، الداله او داله الشغل. ده الحد الادنى من الطاقه اللي احنا محتاجينه، ودي طاقه الحركه، ودي طاقه الفوتون. ال6 دول اللي احنا سقطناهم ظهروا في صوره 3 و3. دي المعادله اللي قدمها اينشتاين. ويمكن حساب الكايناتيك انرجي او طاقه الحركه عن طريق الفرق ما بينهم. دي طاقة الحركة ودي طاقة الفوتون، وده الحد الأدنى من الطاقات اللي هو دالة الشغل. وممكن نفك كل طاقة من دول فيصبح، ما هي دي طاقة بلانك، اتش نيو ماينس
الفاي دي اللي هي داله الشغل اتش نيو برضو، ولكن النيو في الحاله دي هو الحد الادنى من الترددات. الانرجي فاي هو الحد الادنى من الطاقات، وفكته هيبقى الحد الادنى من الترددات. نيو سي بالشكل ده. دي المعادلات بتاعت اينشتاين. فرياضيا ممكن ناخد اتش ده كومن فاكتور، عامل مشترك، فتصبح المعادله بالشكل ده. والاتش ده ثابت بلانك. الاتش ده ثابت بلانك، يبقى ده التردد بتاع الضوء الصامت ماينس التردد الحد الادنى، التردد الحرج بيسموه بالعربي، التردد الحرج. اذا كانوا الاثنين قد بعض ينبعث فقط فوتون، ينبعث فقط الكترون، ولكن بطاقه حركه بتساوي صفر. ما انا محتاج 3، انت اديتني 3، فما بقاش في فرق يظهر في صوره طاقه حركه. بيقدم اينشتاين في الورقه تقريبا الرابعه الفوتو الكتريك افكت. وبالمناسبه بعدين في 1921 بياخد نوبل على الكلام ده، مش على الريلاتيفيتي. يعني البرت اينشتاين خد نوبل على التفسير الكهربائي، مش على النسبيه سواء الخاصه او العامه. على الرغم ان كان قبلها من 3 سنين 1919 تم تاكيد النسبيه العامه لما لاحظنا اثناء كسوف الشمس انحراف الضوء بسبب وجود نجم تقيل، فده عمل انحنى تبع السبيس تايم يعني. بس ده مش موضوعنا يعني، مش عارف ليه رحنا له يعني. هذا الفيديو سوف يكون غير مونتاج نهائي، هتلاقي حاجات دخلت في بعض. هي دي قاعدة الفيزياء، فتحنا وبدأنا. المهم من بعد اينشتاين وكده ده الموديل الكامل. بس عشان نبقى خلصنا الكايناتيك انرجي دي، ممكن نحسب منها كمان سرعة الالكترونات المنبعثة بالشكل ده. بالشكل ده الفي ده السكوير روت ل2 في الكايناتيك انرجي على الام اي، والام اي دي ماس اوف الكترون، كتله الالكترون اللي قدرنا كمان نحسبها وبقت من ثوابت الفيزياء 9.1 كيلوغرام. دي كتله الالكترون، بقى رقم ثابت. اذا الالكترون بارتيكل، وكمان قدرنا نحسب كتلته والمومنتم بتاعته، وده هجيله كمان شويه. هو بارتيكل لوحده خد طاقه فوتون، والفوتون ده هو طاقه او الكترومagnetic ويف، طاقه او موجه كهرومغناطيسيه. اذا الطاقه بتجزأ حسب كلام اينشتاين بتاكيد فرض بلانك. طيب ده جميل. تجربة عملها واحد اسمه إرنست رازرفورد بتاع شريحة الذهب، إنه جاب شريحة ذهب، مش عارف أمثلها إزاي. الشريحة من الذهب شريحة رقيقة جدا من الذهب، والذهب خصوصا لأنه الذهب من المعادن اللي نقدر نجيب منها الشريحة رقيقة سمكها يكون بضع الذرات. يعني لو شفتها من الجنب هتشوفها مختفية، شريحة حرفيا رقيقة جدا يعني. المهم جاب شريحة من الذهب، مرر من عليها الفا بارتيكلز، جسيمات الفا اللي هي شحنتها بوزيتيف، احنا عارفين ده من قبل كده. فعدى رازرفورد جسيمات الفا من شريحة الذهب، فلاحظ 3 ملاحظات ب3 استنتاجات. معظم الأشعة عدت، نفذت، يعني 99% من الأشعة عدت. إذا 99% من الذرة فراغ.
الملاحظة الثانية، جزء صغير من الأشعة انحرف عن مساره، جسيمات ألفا موجبة. فالانحراف ده لا يمكن أن يظهر إذا كانت في شحنة بنفس الشحنة أو نفس نوع الشحنة اتقابلت فحصل قوة تنافر فجسيمات ألفا انحرفت. 2. توجد نواة موجبة الشحنة في مركز الذرة. 3. جزء ضئيل من الأشعة انعكس ما عداش أصلا. تدور جسيمات سالبة حوالين تلك النواة. هو ما قالش الكترونز، ما قالش الكترونات. الالكترون ده جه بعدها ابنه واثبت وجود الالكترون، هو اللي سمى الكترون. فكانوا دول 3 ملاحظات ب3 استنتاجات، وده كان اول موديل علمي في المعمل عن الذره. من قبل إرنست رذرفورد كان الكلام مبهم وغير دقيق، لا رياضيا ولا فيزيائيا. زي تومسون مثلا اللي قال انها عامله زي البطيخه، قال حرفيا كده، والمراجع بتقولها كده، بطيخه انها مصمطه، الذره مصمطه. لا ده هو جه ردم كل الكلام ده، ما جابش سيره حاجه مصمطه، قال لك ده 99% منها فراغ. فنموذج رذرفورد كان نموذج علمي متعارف عليه، بيدرس في الجامعات كلها، لاي حد دارس فيزياء عارف نموذج إرنست رذرفورد. كل ده جميل. جه نايلز بور، وده من ابطال ميكانيكا الكم اللي مسك اينشتاين فشخه بسبب كانوا بينظروا بعض عن السبوكي اكشن او الكوانتم انتنجلمنت، ده بعدين هنبقى نجيله يعني. المهم، فده واحد من عمالقه الكوانتم فيزيكس، نايلز بور، باستخدام فرض بلانك قدر انه يفسر انتقالات الالكترون في الذره، مش مستويات الطاقه، هو اللي هيقول لفظ مستويات الطاقه. بص كده، الذره لما بتاخد او بتمتص جزء من الطاقه بتكون في حاله اثاره. الاثاره دي عباره عن ايه؟ انها خدت طاقه زياده عن المعتاد اللي هي محتاجاها، وبعدين بترجع تشع الطاقه دي تاني، بتمتص طاقه وبتشع طاقه يعني بتشع فوتونز، بتشع موجات كهرومغناطيسيه. طب فسر الكلام ده. معانا ذره دي مثلا مليانه ذرات، بديها جزء من الطاقه بسخنها مثلا فبترجع تشع تاني. ما انا لما بمسكها اتلسعت دي معناه ان هي بتشع، ما هي لو بتمتص بس انا همسكها مش هتلسع، فلما معنى ان انا اتاثرت بحرارتها اذا هي بتشع حراره او بتشع طاقه او بتشع فوتونز. فسر بقى ده باستخدام فرض بلانك. الاول نايلز بور ادخل فكره مستويات الطاقه. طبعا هو جه وصدق على كلام رذرفورد، يعني قال رذرفورد النموذج بتاعه 100% صحيح، مش هعدل على اي حاجه. اللي عمله بور انه ضاف اضافات على نموذج رذرفورد، زي انه ادخل فكره مستويات الطاقه مثلا. قال للذره مستويات طاقه، للذره مستويات طاقه. مثلا المستوى الاول في الكترون في المستوى الاول بعيد عن النواه، وده المستوى الثاني، وفي مستوى ثالث من كي لكيو كي ال ام ان او بي كيو. مثلا المستوى كي طاقته 5 الكترون فولت، 8 الكترون فولت، 12 الكترون فولت. الارقام دي للافتراض بس.
وبور لما اتكلم عن ذره الهيدروجين لانها ببساطه تحمل الكترون واحد، عشان ما ندخلش في عدد اكبر من الاحتمالات يعني. فالالكترون في المستوى الاول زي ما هو موجود هنا في مستواه الاول يحمل نفس الطاقه. الارقام دي للافتراض، الارقام دي مش صحيحه بس عشان نتخيلها ويبقى الموضوع سهل علينا احنا الاثنين. فده اللي بور قاله، ان الالكترون ده بياخد نفس الطاقه بتاعه المستوى اللي هو فيه. ولما الذره تمتص طاقه، الالكترونات بتروح لمستوى طاقه اعلى. يعني هنا 5 الكترون فولت، علشان يطلع للمستوى اللي بعده محتاج طاقه كام؟ هنا ده 8 وده 5، فمحتاج 3 الكترون فولت بالظبط عشان يطلع الالكترون من المستوى K للمستوى L. محتاجين 3 بالظبط. نديله 2 مش هيتحرك من مكانه اصلا، هيفضل مكانه مش هيتحرك اساسا. نديله 3 يطلع 3 بالظبط 3.00001 مش هيتحرك من مكانه. يا عم انا مديله اكتر، طب اديله 4 مش هيتحرك من مكانه. 4 على 5 يبقوا 9. 4 على 5 يبقوا 9، ومفيش مستوى طاقته 9. يبقى هيروح فين الالكترون؟ مش هيروح، هيفضل مكانه. يا عم انا مديله 4 هو محتاج، هيفضل مكانه. طب اديله 5 هيفضل مكانه. طب اديله 6 هيفضل مكانه. طب اديله 7، لا ثواني، 7 على 5 12، يطلع للمستوى M مباشرة. وهكذا. يعني كانت طاقته 5، 3 على 5 8، 7 على 5 12 على طول. قطعة من الطاقة لا تجزأ. فده فرض بلانك ولسه كمان بيكمل، يعني الكلام ده بيكمل. هنبلد الموديل كله دلوقتي. ما ده اللي بلانك قاله، ان الطاقة بتجزأ. انا عايز حتة من الطاقة، لا اقل منها ولا اكبر منها. حتة محددة، مش عايز اكبر ولا اصغر. طيب تعال نشوف بعد كده ايه اللي بيحصل. مثلا امتص الالكترون ده، خلينا 3 الكترون فولت كي، 5 الكترون فولت ال، 8 الكترون فولت. اصبح لما تديله 3 يتحرك يروح لل8 على طول. ويستقر فترة قصيرة جدا 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 تسمى فترة العمر، اللي هي بتقدر ب 100 مليون جزء من الثانية. 10 أس -8 من الثانية، فدي فترة صغيرة جدا. ويعود إلى المستوى اللي جاي منه فاقدا الطاقة المكتسبة على هيئة فوتون. هو أصلا إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل إن هو خد فوتون، طاقته قد الفرق. طاقة الفوتون اللي سقط على الإلكترون ده قد الفرق، لازم يبقى طاقته 3. لو اديته 4 زي ما قلت لك مش هيتحرك من مكانه، هو محتاج 3 بالظبط. طيب فيطلع للمستوى اللي بعده ويعود بعد انقضاء فترة العمر بتاعته اللي هي بتقدر ب 100 مليون جزء من الثانية. يعني يقعد طالع نازل، لأن أنت عملت تمده بالطاقة، فهيفضل طالع نازل 100 مليون مرة في الثانية الواحدة. شايف الدقة عند علماء الفيزياء؟
شايف بنقدر نحسب ايه؟ حاجه مش متشافه على السكيل الكمي، بنقدر نحسبها بالظبط كام. فاثناء عوده الالكترون للمستوى يخرج فوتون طاقته قد طاقه الفرق برضو، او يطلع الفوتون ده اللي طاقته قد طاقه الفرق بين مستويين الطاقه دول. كل ده جميل. فتبقى طاقه الفوتون الكليه التوتال انرجي عباره عن طاقه المستوى الماينس طاقه المستوى كي. فدي الطاقه الكليه. وطاقه كل مستوى، بور ادخل كمان فكره ان لكل مستوى، او ادانا المعادله اللي بتحسب طاقه كل مستوى، ودي المعادله. رقم ثابت اللي هو سالب 13.6 ده على الان سكوير، والان ده رقم المستوى او رتبه المستوى اللي هو من 1 ل 7. أو طبعا ده لذره الهيدروجين فقط، ده لذره الهيدروجين لانها تمتلك الكترون واحد. الرقم ده بيختلف اذا الذره نفسها اختلفت، يعني في عنصر تاني في المعادله بس ده مش موضوعنا دلوقتي على الاقل يعني. تمام. ازيدك من الشعر بيت. اذا في الحاله اللي هنا دي الفوتون الالكترون خد فوتون طاقته 7، زي ما قلت لك هيروح للمستوى ام على طول، يعني هيتحرك المفروض من هنا لهنا. اثناء ما يتحرك من هنا لهنا هو مش هيعدي هنا اصلا، مش هيجي هنا اساسا، ولا هيروح فين. يعني هو المفروض انا عشان اقوم مثلا من هنا من مكاني اروح هناك، انا هقطع المسافه دي، فلازم اعدي على كل بلاطه من الارض. ده منطق، او ده المنطق البشري المتعارف عليه. ميكانيكا الكم ليها منطق مختلف تماما. طب امال ايه اللي بيحصل؟ يختفي الالكترون، وركز في الكلام عشان ده هنحتاجه كمان شويه. يختفي الالكترون من مكانه ويظهر في المستوى ام. يختفي ويظهر واثناء عودته يختفي من المستوى ام ويظهر في المستوى كي، ويفضل يختفي ويظهر 100 مليون مره في الثانيه الواحده. كل مره بيظهر ويختفي فيها بيخرج فوتون طاقته قد الفرق بين المستويين. طالما طاقته قد الفرق يبقى في ليميت او ليميتد انرجي، يعني في طاقه محدده، فدي تجزئه طاقه. ده اللي بلانك قاله، صح؟ ده اللي بلانك قاله، وده اللي اينشتاين جه اكده، وده اللي بور بيأكده اكتر دلوقتي. الكلام ليه تكمله. هو ادخل اولا فكره مستويات الطاقه، وان الطاقه بتجزأ على هيئه دفقات، ان يعني مفيش حاجه اسمها توتال انرجي او ان في حاجه انليميتد انرجي زي ما في الفيزياء الكلاسيكيين قالوا. وكمان ادانا المعادله اللي بتحسب طاقه كل مستوى كام على حسب الذره، ولكن الذره اللي بدانا الكلام بيها هي ذره الهيدروجين، لذلك في الكترون واحد. وكمان بور بيكمل على الكلام ده وبيقول ان الالكترون اثناء مداره او اثناء ما هو بيتحرك في مستوى طاقه معين بتصاحبه حركه موجيه. بتصاحب الالكترون حركه موجيه. وهنا هنعمل بوز شويه لبور، وهنرجع بالزمن لورا شويه ونروح لمعادله دي براولي، وهي المعادله اللي ربطت السلوك الموجي للفوتون بالسلوك الجسيمي، وتعرفت بالويف بارتيكل دواليتي او الطبيعه المزدوجه للفوتون او للضوء. ضوء يعني مرئي وغير مرئي. وده برضه باستخدام فرض بلانك، بس باستخدام برضه معادله اينشتاين، يعني الاثنين مع بعض. بلانك قال ان الطاقه هي اتش نيو،
واينشتاين قال هي الطاقة mc سكوير، معادلة اينشتاين. دي معادلة اينشتاين ودي معادلة ماكس بلانك. وطالما بلانك صح واينشتاين كمل واثبت ان بلانك صح، اذا مقدار الطاقة هنا قد مقدار الطاقة هنا، فيبقى ده قد ده. ما دي طاقة الفوتون ودي طاقة الفوتون، يبقوا الاتنين قد بعض. ومن النظرية الموجية التردد هو سي على لامدا. سي على لامدا، ويمكن حذف السكوير بتاع السي هنا مع السي من هناك، فتبقى ام سي فقط بتساوي اتش ديفايدد باي لامدا. والام سي ده مقدار المومنتم. ونوصل للاستنتاج النهائي. ده مقدار المومنتم، وده ثابت بلانك، وده الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون. مومنتم دي حاجة خاصة بالبارتيكل صح، والطول الموجي دي حاجة خاصة بالويف، بالموجة صح. فدي أول معادلة ربطت سلوك موجي وجسيمي مع بعض، عرفت بالويف بارتيكل دواليتي. ان للفوتون او للضوء طبيعه مزدوجه، هو الاثنين في نفس الوقت. هو فوتون، بارتيكل جسيم وموجه في نفس الوقت. دي معادله دي براولي. نرجع لبور. تصاحب سلوك موجي للالكترون اثناء الحركه في مستوى الطاقه. انا عندي مشكله في العربي فمعلش يعني. ما درسناش الكلام ده بالعربي ولا بندرسه حتى بالعربي. تصاحب حركه موجيه للالكترون اثناء مداره في مستويات الطاقه. ده اللي بور قاله. ده إرنست رازرفورد، ودي تجربة شريحة الذهب، ودي بور ثيوري، نظرية بور. اهو ودي المعادلة اللي بتحسب طاقة كل مستوى. وسالب 13 و6 ده للهيدروجين. كل ده جميل. وبعدين الالكترون لما يطلع لمستوى طاقة أعلى بيستقر زي ما قلت لك فترة تسمى فترة العمر، وأثناء رجوعه بيطلع أو بيشع على هيئة فوتون، والفوتون ده طاقته تساوي طاقة الفرق بين المستويين، المستوى الآتي منه إلى المستوى المتجه إليه. فالاحتمالات كتير، ما هو الذرة 7 مستويات طاقة، فالاحتمالات كتير. ممكن أن يعود إلكترون من المستوى السابع للأول، السادس للأول، الخامس للأول، الرابع للأول، الثالث للأول، والتاني للأول. ده مظبوط.
وقيس على كده باقي الاحتمالات من السابع للتاني وهكذا. فاتعملت 5 متسلسلات، 5 متسلسلات بتشرح او بتوضح عودة الالكترون من المستوى كذا للمستوى كذا، اللي هم دول. اول واحدة خالص وهو عودة الالكترون من وات ايفر اي مستوى جاي منين للمستوى الاول، ودي اللي اسمها ليمان سيريز، متسلسلة ليمان. وللمستوى الثاني بالمر، بعد كده باشن، بعد كده براكت، بعد كده فونت. 5 متسلسلات بتشرح عودة الالكترون من مستوى لمستوى معين. بيكمل بور على الكلام ده وبيقول ان اثناء عودة او اثناء مدار الالكترون في مستوى الطاقة بتصاحبه حركة موجية طولها الموجي لامدا بتاعتها بتتعامل من العلاقة دي. طبعا ده البيزك فورم، ده شكلها البسيط 2 باي ار، وده محيط المدار او ده الراديوس بتاع نص قطر المدار، وده رقم المستوى، رتبة المستوى، 1 بقى 2 ايا كان. ومن معادلة دي براوي ان برضو لامدا تساوي اتش على المومنتم بتاعته، والمومنتم بتاعته هو حاصل ضرب كتلته في سرعته. فممكن نساوي برضو الطرفين ونطلع باستنتاج ثالث. كل ده جميل. اذا 1900 بلانك اقترح او ادى فرض الكم. 1905 اينشتاين بينقذ ماكس بلانك، وبيجي بور بيأكد كلام بلانك مش كلام اينشتاين، واصبحت ميكانيكا الكم مثبته، خصوصا بعد ما بتدخل الظاهره الرابعه. اول حاجه البلاك بادي راديشن، اشعاع الجسم الاسود، بعد كده الفوتو الكتريك افكت، تاثير كهربائي، بعد كده بور وفكره انتقالات الالكترونز في مستويات الطاقه، بعد كده الظاهره الرابعه اللي اسمها كومبتون افكت او ظاهره كومبتون. ايه ظاهره كومبتون؟ ودي اللي بتؤكد الاثبات. خلاص احنا اثبتنا كلام بلانك باستخدام او بواسطه اينشتاين وبور. ايه اللي بيأكد الكلام ده؟ الكومبتون افكت او تأثير كومبتون. والظاهره دي بتقول اننا لو عندنا الكترون وسقط فوتون على الالكترون ده، بالشكل ده الكترون وده فوتون طاقته 4 الكترون فولت. بعد ما اصطدم الالكترون خد جزء من طاقه الفوتون، يعني الفوتون فقد جزء من طاقته، واصبحت طاقته 3 الكترون فولت بعد ما كان داخل 4. سقط الفوتون ب4 خرج ب3، يبقى هو فقد 1 الكترون فولت. وطالما فقد جزء من الطاقه اذا الطاقه تجزأ، يبقى بلانك ده راجل محترم واينشتاين ماشيها راجل محترم. انا بصراحه ما بحبوش، وبور ده انسان كويس وابن ناس، وادي كومبتون بيؤكد الاثبات. وكان داخل 4 خرج 3، يبقى في واحد فقد. طالما فقد اذا تجزأ الطاقه.
اذا بلانك راجل محترم. طيب في المعادله اللي بتشرح الطول الموجي الجديد او الطاقه الجديده بعد ما الالكترون او بعد ما الفوتون يصطدم بالالكترون. بلانك اقترح ان الطاقه بتجزأ، واينشتاين اثبت ان الطاقه بتجزأ، وبور بيثبت اكتر ان الطاقه بتجزأ، وبيجي الكومبتون افكت او تاثير كومبتون بيثبت ان الطاقه فعلا بتجزأ او بيؤكد الاثبات. فالطاقه الجديده، الانرجي الجديده هي كميه الطاقه قبل الاصطدام ماينس الطاقه بعد الاصطدام. اذا اهو طالما في ماينس يبقى في دلتا. دلتا يعني جزء عندنا. دلتا اي دي تعني ان الطاقه بتجزأ، فدي اتش سي على لامدا، ودي اتش سي على لامدا، بس دي لامدا بعد ما اصطدم الالكترون. ومن هنا بدأت ميكانيكا الكم تبقى تخصص كل الفيزيائيين تقريبا. يعني اي حد وقتها كان بيدرس فيزياء كان بيتخصص فيزياء الكم. يعني الموضوع بقى انترستنج جدا. يعني الناس دي بتقول ايه ده حرفيا قفزه علميه كبيره، خصوصا بعد ما جه تفسير كوبنهاجن. وانا لسه ما اتكلمتش عن الكلام ده عايز فيديو تاني منفصل. ف ميكانيكا الكم اصبحت مثبته 100%، وتفسيرات ميكانيكا الكم المشعوذه هتبدا تدخل من اول ما يجي تفسير كوبنهاجن. وانا كده خلصت ومش عايز اطول عليك اكتر من كده، واتمنى اكون ضفت لك ولو معلومه بسيطه، ولو ما ضفتلكش حاجه اتمنى اكون كنت خفيف عليك وسامحني على بشاعه خطي. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.